ناز هذا اليوتيوبر مشهور بفيديوهات الرياكشن ووصلت لقناته أكثر من 11 مليون مشترك. السلام عليكم، جاتكم فيديو جديد. فيديو اليوم حندوي على 5 مشاهير اختفوا فجأة من غير سبب، واخر واحد حندوي عليه هو اخوه مستر بيس. من غير اي مقدمات تانية ديروا لايك واشتراك ونخليكم مع الفيديو. I know you don't like me, you wanna fight me, you don't want no problems at your party, don't invite me. اول شخص هذا اليوتيوبر اسمه كيني، محتواه غريب هلبة. محتواه باختصار انه ياخذ الكاميرا والمعدات ويدور كهف باش يصورهن ويكتشفه. في واحدة من طلعاته اللي بيكتشف فيهم هو هذا كيني يحب مجاله هلبة، لكن نزل 6 فيديوهات في قناته بس، والسبب هو واحد من فيديوهاته اللي كان يكتشف فيها واحد من الأجبال اللي كان في الصحراء. خلينا نقول لكم القصة باختصار. اليوتيوبر هذا يقول في كهف من الكهوف اللي كنت نكتشف فيها في جبل على حرف ام، يقول كل ما نبي نمشي له نخش له يجيني رعشة وشعور غريب، ويحس انه في حاجة مش طبيعية في هذا الكهف. وبعد ما نروح نطلع الفكرة انه نخش له من راسي. بعد ما نزل هذا الفيديو متابعينا قاعدوا يكتبوا له في التعليقات ارجع له مرة تانية، خش له، قوي قلبك، انت متخافش من حد. بعد التعليقات هذو كلهم اقتنع كيني وقال لهم حنرجع له ونصور فيه. اول مرة اللي بيمشي يرجع له قال لهم اختفى، ما عادش لقيته من الوجود، لكن مرات هو قال هيك وخلاص باش ما خشلاش. بعدها شداه بجرته في التعليقات، ارجع له عاود مرة تانية تلقاه. قاعد يقولوا له كيف كهف كبير وما تلقاش، فاقتنع للمرة الثانية بكلامهم. وفي يوم 10 2014 كيني وتا كاميرته وشنطة وطلع من الحوش يدور في حرف ام، وبعدها ما عادش رجع، اختفى من الوجود ليومنا هذا. وبعدها في عام 2014 الشرطة قاعد يدوروا فيه، مشوا وين ما في الكهف لقوا تليفونه بس، لكن هو ما عادش لقوه بوك. الشخص الثاني زومبي كيلر، كان يوتيوبر ناجح ومحتواه متنوع وهادف، لكن فجأة اختفى على اليوتيوب وما نزلش فيديو لفترة طويلة. لكن هذه مش أول مرة يختفي فيها، قبل 3 سنين ممكن اختفى 3 شهور ما نزلش ولا فيديو، ما يعرف عليه حد شيء. بعدها رجع ونزل فيديو قال لهم علاش أنا اختفيت. قال لهم إن أنا ما كنتش راضي على فيديوهاتي، يعني فقد الشغف ومعاش يستمتع بالتصوير، يعني لازم ياخد راحة ويرتب افكاره ويرجع بقوة اكتر في التصوير. بعد ما خدا راحة رجع ونزل فيديوهات حلوة، وفجأة اختفى من جديد وما حد يعرف علاش اختفى. واخر فيديو نزله قبل 2 سنين، ومتابعينا كانوا متعودين انه يختفي ويرجع يقولهم علاش اختفى، لكن المرة هذه اختفى وما عادش رجع. بعدها نزل فيديو مش في قناته، في قناة واحد صاحبه، كان يقولهم انه صارت لي ظروف خلتني نسيب اليوتيوب ومرات نرجع. الشخص الثالث نار حراق، يوتيوبر قديم هلبة وكان عنده جمهور كبير. نار حراق فتح قناته في عام 2009، لكن أول فيديو نزله في 2012. من أسلوبه المميز قدر يجمع أكثر من 1,000,000 مشترك ويجوا مئات ملايين من المشاهدات. لكن آخر فيديو نزله قبل 4 سنين. هذا الفيديو كان عادي هلبة، وكان هو يلعب سبايدر مان، ولكن في بداية الفيديو قال مرات نقطع شوية أن عندي اختبار مهم هلبة ولازم نركز فيه. وراي اختبار مرة كبير، وهذا الاختبار لازم ادرس له. قلت خليني اوقف القناة شوية بس كم شهر كذا بس عشان اقدر اركز على الاختبار هذا. بعدين اذا ان شاء الله اذا خلصت الاختبار هذا انا راح اكون مبسوط وفاضي مرة، فبعدين وبعد الاختبار هذا حيرجع ينزل في اليوتيوب زي قبل، لكن انتشر فيديو في التيك توك انه سيب اليوتيوب ولا دكتور. الشخص الرابع اليوتيوبر الرابع اللي عندنا ناز. هذا اليوتيوبر مشهور بفيديوهات الرياكشن ووصلت لقناته أكثر من 11 مليون مشترك، ولكن آخر فيديو نزله في عام 2021. بعدها اختفى، لكن المشكلة أن قناته كانت ماشية صح ومتابعينه يزيدوا بالهلبة، لكن فجأة اختفى. ومتابعينه قاعدوا يطلعوا في نظريات عليه، مثال إنه تزوج ولا غيرات الفلوس، واللي يقول سيب هيك وخلاص. ان فجأة امه نزلت في سناب ستوري وهي تسأل فيه امتى بيرجع، قال انه بناخذ راحة شوية. ناصر، المتابعين يسألون عن رجعتك لليوتيوب وليش ما ترجع اليوتيوب؟ بريك خفيف. كيف راحة مادت لأكثر من 2 سنين، وتو اصلا كانت تخش لقناته تكون ماسح كل الفيديوهات. اليوتيوبر الخامس سجى، هو اخوه مستر بيس الكبير. كان هو اليوتيوب اللي بدأ بأقوى شيء، بدأ ب100,000 دولار وفريق كامل يساعده في التصوير زي المونتاج وصور مصغرة والأفكار وهيك. هذا كله داره من أخوه الصغير مستر بيس. مستر بيس نزل فيديو كامل هو يدير في إعلان لأخوه الكبير. تخيلوا وصل 1,000,000 مشترك في يوم واحد، لكن قناته ما نجحتش، إنه كان يقلد في أخوه في كل شيء، حتى من اسمه وصور مصغرة وشراء على القناة. ومتابعين أكيد ما يبوش يتبعوا واحد يقلد في تاني في كل شيء. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش اللايك والاشتراك باش ننزلكم فيديوهات اكتر، وقولوا لي في التعليقات تبوني نديرها هذه سلسلة في القناة. وهاي نتلاقوا فيديو